ليه الدولار يعتبر أقوى عملة في العالم؟ وليه داخل في كل تفصيلة في حياتنا؟ أنت مثلا ممكن تكون اشتريت قهوتك النهاردة بالجنيه، بس سعر البن نفسه متسعر بالدولار. ممكن تحجز تذكرة طيران بالجنيه، بس وقود الطيارات نفسه بيدفع برضه بالدولار. حتى الموبايل أو الكمبيوتر اللي بتتفرج عليا منه دلوقتي تمنه في الأصل برضه هتلاقيه محسوب بالدولار. طيب ليه عملة بلد تانية بتتحكم في الأسعار عندنا بالشكل ده؟ والحقيقة إن الدولار لحد سنة 1944 ما كانش ليه الهيمنة دي كلها على الاقتصاد العالمي، واحنا طبعا مش بنتكلم على مصر بس. سيطرة الدولار وهيمنته يعتبر حاجة مؤثرة على العالم بالكامل. بس اللي حصل وقتها وتحديدا سنة 1944 واللي حصل برضه بعدها سنة 1971 هو اللي غير قواعد اللعبة بالكامل، وثبت هيمنة ونفوذ الدولار بشكل كبير في العالم كله. والخطوة دي اتسمت وقتها بصدمة نيكسون، وهزت العالم كله، لأن صدمة نيكسون دي كانت عبارة عن خطاب تلفزيوني للرئيس الأمريكي وقتها نيكسون صح العالم كله على خبر هز الأسواق العالمية، وخلى الناس كلها قلقانة وخايفة، وبلاد كاملة حست إن اتضحك عليها، وأغلب الناس ما كانتش عارفة تتصرف إزاي. بس قبل ما أحكي لك إيه هي صدمة نيكسون لازم نرجع لورا شوية ونفهم إيه هي أصل الحكاية، ونفهم إيه هو الدولار. بس قبل ما نبدأ حابب أفكرك إن اشتراكك في القناة وتفعيلك زرار الجرس وكمان إنك تعمل لايك ده بيدعمنا بشكل كبير وبيساهم في انتشار الفيديو وبيساعدنا نطور المحتوى أكتر. يعتبر الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، بس في الحقيقة هتلاحظ إن هو أكبر من كده بكتير، ويعتبر العمود الفقري للنظام العالمي المالي كله. أغلب السلع الكبيرة اللي بنشتريها في حياتنا أو أغلب السلع كمان اللي بتتباع ما بين الدول زي النفط والقمح وما إلى ذلك هتلاحظ إن أسعارها بالكامل بتكون بالدولار، وكمان اغلب المعاملات ما بين الدول بتتم برضه بالدولار، حتى ولو كانت الدول دي عملتها ملهاش علاقه بالدولار اصلا. واحتياطي البنوك المركزيه كمان هتلاقي اكتر من نصها بالدولار. يعني لك ان تتخيل ان 57.7% من احتياطي البنوك المركزيه في العالم معمول بالدولار، ودي لو تعلم نسبه كبيره جدا. وحتى معظم عمليات الصرف الاجنبي الدولار طرف اساسي فيها، يعني لو اتحرك الدولار العالم كله بيتاثر بالاسعار سواء كانت التجاره او التمويل وكل حاجه تقريبا. طيب دلوقتي نسأل نفسنا الدولار يهمنا في ايه؟ حاجات كتير حوالين مننا لازم تكون عارف ان هي متسعرة بالدولار، زي الطاقة والاكل والشحن وكل الكلام ده كله بيتسعر بالدولار. فلو الدولار ارتفع الاسعار عندنا بتزيد والتضخم بيعلى، وكمان الشركات والدول بتقترض بالدولار، فلو الفايدة عليه زادت او قيمته كمان ارتفعت او قلت تكلفة سداد القروض دي بتزيد او بتقل على حسب التغيرات اللي اتعملت. وفوق كل ده هتلاحظ كمان ان الدولار يعتبر ملاذ امن بالنسبة لبعض الدول، يعني وقت الازمات بتلاحظ ان الناس بتجري عليه وبتشتريه زي ما بيعملوا في الذهب. طبعا احنا بنتكلم على السياق التاريخي للموضوع، مش بنتكلم على اللي بيحصل اليومين دول تحديدا، لان اليومين دول في تغيرات كبيره حاصله وفي ناس بدات تفقد ثقتها في الدولار. ولكن احنا النهارده في الحلقه دي بنجيب قصه الدولار من اولها لاخرها. فالدولار باختصار شديد هو مش مجرد عمله تخص امريكا، دي شبكه ضخمه بتربط العالم كله، واي حركه فيها حتى ولو حركه صغيره بتاثر على الاسعار. وعشان نفهم الموضوع ده اكتر محتاجين نفهم مصطلح اسمه تاثير الشبكه، وعشان نفهمه هنرجع شوية لهولندا سنة 1609. في سنة 1609 تم افتتاح بنك امستردام، وهو من أول البنوك في هولندا وفي أوروبا، وكمان من أول البنوك اللي قدمت خدمات مصرفية متقدمة. وكان في الوقت ده في هولندا العملة الأساسية هي الجلدر الهولندي. بنك امستردام كان عامل فكرة بسيطة بس ذكية في نفس الوقت، وهو ببساطة إنهم بيحاولوا يقيسوا نسبة كل معدن في العملات اللي موجودة عندهم. وقتها كانت العملات في كل حتة في العالم بتوصل امستردام وبيتاجروا ويتبادلوا فيها مع بعض. العملات دي كلها كانت معمولة من معادن غالية زي الذهب أو الفضة أو النحاس أو غيره. لكن وقت الأزمات الحكومات في العالم كانت بتقلل نسبة المعدن الغالي وتبدأ تحط مكانه نحاس أو نيكل، وده كان بيقلل من نسبة الذهب أو الفضة اللي موجودين في العملات. وده خلى الناس مش عارفة العملات دي هل قيمتها الحقيقية أعلى أو أقل مع كل تغيرات بتحصل في البلد. فهنا بنك امستردام قرر يعمل حركة ذكية جدا، وهو إنه يقيس نسبة النقاء، وده خلى عملة الجلدر تعتبر عملة ثابتة وموثوق فيها. هولندا كانت بلد منفتحة وما عندهاش مشاكل مع حد، فبنك امستردام كان بيخدم الاجانب عادي من غير اي تعقيدات اطلاقا. صحيح اقتصادها ما كانش الاكبر، بس كان عندها نظام مالي وعمله مستقره وكمان نظام منفتح على العالم، وده خلى دول تانية تعتمد على الجلدر الهولندي. ولما العمله دي بقت مشهوره بالشكل الكافي بدا يحصل لها الحاجه اللي ذكرناها في اول الحلقه، وهي تاثير الشبكه. يعني كل ما ناس اكتر تستخدم العمله دي قيمتها بتزيد، والناس بتبدا تتشجع وتستخدمها اكتر ويرشحوها لبعض اكتر وهكذا. وده بيعمل حلقه مستمره بتقوي العمله دي اكتر
واكتر. كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده استمر تحديدا لحد القرن ال18 لما الحكومه الهولنديه خدت شويه قرارات مش موفقه، والقرارات دي هي اللي قللت ثقه الناس في العمله بتاعتهم في نفس الوقت، وكان بيحصل تحول اقتصادي في كل العالم وقتها، والناس وقتها بدات تدور على بديل. فالناس عينيها راحت اتجاه الثوره الصناعيه في بريطانيا. الامبراطوريه البريطانيه بسرعه بقت قوه اقتصاديه جباره مع بدايه القرن ال19، وتحديدا كانت بريطانيا اكبر اقتصاد واكبر قوه تجاريه في العالم. الجنيه الاسترليني كمان كان استفاد من عقود طويله من استقرار الاسعار، وده كان بفضل اداره فعاله واحتياطيات ذهب ضخمه، ومعاهم نظام لندن المالي المنفتح والمتطور كمان. الخلطه اللي فاتت دي هي الخلطه اللي خلت الجنيه الاسترليني العمله المعتمده لاكتر من قرن في العالم كله. ولكن في الحقيقه الجنيه الاسترليني ما بداش يفقد المكانه والقوه بتاعته غير لما بدات تطلع قوه اقتصاديه اكبر، وهي الولايات المتحده الامريكيه بعملتها الدولار الامريكي. بعد حربين عالميتين في اوائل القرن العشرين اتسببوا في دمار كبير جدا على مستوى العالم، وكمان استنزفوا اقتصادات العالم خصوصا اوروبا بالتحديد. امريكا تقريبا نقدر نقول ما اتضررتش بشكل كبير، لانها تعتبر ما شاركتش غير في اواخر الحرب العالميه الثانيه. وكمان امريكا ما حصلهاش دمار في البنيه التحتيه زي ما حصل لاغلب دول اوروبا، فدول كتير زي فرنسا وانجلترا اقترضوا فلوس كتيره جدا من امريكا بسبب الحرب العالميه الثانيه. وكمان بسبب الحرب دي اقتصاد امريكا كان ليه افضليه ضخمه وجذب المتداولين للدولار. القوه الاقتصاديه والقياده الاقتصاديه خلقوا مع بعض مزايا مؤسسيه لصالح الدولار الامريكي، وكانت كل يوم بتدعمه اكتر. بس اللي فعلا زود هيمنه الدولار على العالم هو اتفاقيه بريتون وودز، والاتفاقيه دي خلت النظام العالمي الدولي يتمحور حوالين الدولار زي ما احنا بنشوف النهارده. بريتون وودز كان مؤتمر كبير اتعمل في امريكا سنه 1944، وكان بيضم ممثلين عن 44 دوله من دول العالم، وكان هدف المؤتمر هو اعاده تنظيم النظام المالي العالمي بالكامل بعد الحرب العالميه الثانيه وبعد ما تسببته بدمار. وكل ده من غير الرجوع للفوضى ومن غير الرجوع للمشاكل اللي كانت موجوده في النظام العالمي القديم. من هنا اتولد نظام شبه ثابت لسعر صرف الدولار، والدولار نفسه كان مربوط بالذهب على اساس سعر ثابت، وهو 35 دولار للأونصة الواحدة، وأونصة الذهب بتساوي 31 دولار أمريكي تقريبا. وبسبب الاتفاقية دي اتأسس كيانين لسه موجودين لحد النهاردة. الكيان الأول وهو صندوق النقد الدولي عشان يراقب النظام ده ويساعد البلاد اللي بتعدي في أزمات عشان تظبط ميزان المدفوعات بتاعها ويشجع على التعاون النقدي. والكيان الثاني كان هو البنك الدولي اللي كان دوره إنه يمول إعادة الإعمار بعد الحرب وكمان يزود التنمية. العالم وقت الحرب العالمية كان متدمر اقتصاديا زي ما وضحنا، كساد وقيود على التجارة، وكل بلد كانت قاعدة تخفض قيمة عملتها على مزاجها. فالهدف من اتفاقية بريتون وودز إنه كان يثبت أسعار الصرف ويشجع التجارة والنمو من غير ما تتكرر الأخطاء اللي حصلت بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. طب هنا نسأل نفسنا ليه الدولار بالتحديد وليه مش أي عملة تانية؟ عشان نجاوب على سؤال زي ده خلينا نرجع لوقتها شوية ونفهم أبعاد الموضوع. أمريكا وقتها كانت أكبر مصنع ومقرض في العالم وبنصيب ضخم جدا كمان من الإنتاج العالمي. احتياطي الذهب عندها كان ضخم جدا، فالدولار يقدر يتسند على سعر ذهب ثابت. وفوق ده كله أمريكا عندها مؤسسات قوية جدا وتقدر تدعمها، وكمان سياسة نقدية كويسة بقيادة الفيدرالي الأمريكي، وحرب عالمية نتائجها كانت في مصلحتها وكمان خلتها تسلف كل الدول الكبيرة زي فرنسا وزي إنجلترا. يعني الثقة موجودة والسيولة كمان موجودة، فأصبح الدولار بعدها هو العمود الفقري للاقتصاد العالمي. بس برضه نيجي نسأل نفسنا ازاي ده حصل على أرض الواقع؟ تعال أقولك ازاي. لو مثلا عملة بلد ما مربوطة بالدولار الأمريكي، فالبنك المركزي عندها لازم يبيع ويشتري دولارات عشان يحافظ على السعر داخل نطاق ضيق تحديدا. ده معناه ان الدولار هيفضل دايما في قلب معظم المعاملات اللي بتحصل في العالم، وكمان التجارة الدولية وفواتيرها كلها بدأت تتسعر بالدولار الأمريكي لأنه المرجع اللي يعتبر مستقر، ومع الوقت وكل ما عدد اللي بيستخدموه كان بيزيد التكلفة كمان كانت بتقل. فاللي حصل للدولار الأمريكي هنا هو زي ما حصل للجلدر الهولندي بالظبط، واللي هو تأثير الشبكة. فأصبح الدولار عملة العالم، كله بيثق فيها وبقى طرف أساسي في معظم المعاملات التجارية الكبيرة في العالم. فمؤتمر بريتون وودز ما كانش مجرد اجتماع تاريخي، ده هو اللحظة اللي نقدر نقول عندها تأسست فكرة الدولار كنظام أكتر مما هو مجرد ورقة نقدية. القاعدة ببساطة كان إن كل المعاملات يتم ربطها بالدولار، والعالم يربط نفسه بالدولار، والدولار نفسه يكون مربوط بالذهب. وبقى هنا صندوق النقد أصبح شبكة الأمان، والنتيجة إن كل طريق اقتصادي دولي سواء قروض أو تجارة أو مدفوعات أو تسعير، كل ده بالكامل لازم يعدي على الدولار. وأصبحت أغلب البنوك والمصارف في العالم برضه بتتعامل بالدولار، والعقود
كمان بتتسعر بالدولار، وحتى الاحتياط النقدي لاي بلد او كيان اقتصادي اصبح كمان جزء كبير منه دولار. كل ده كان بيتم بسلاسه شديده لحد الستينات، وفي منتصف الستينات تقريبا دخلت امريكا في حرب فيتنام. تكاليف الحرب دي كانت كبيره جدا، فاضطرت الولايات المتحده ان هي تطبع كميه كبيره من الدولارات، وده خلاها تتجاوز قيود الذهب اللي هي معموله، وده تسبب في عجز كبير في الموازنه، وبدا التضخم يرتفع، والميزان التجاري انقلب من فوائد الى عجز حاد. كل ده حصل في ظل ان النظام العالمي المفروض كان قائم على اللي تم الاتفاق عليه في بريتون وودز، وهو ان الدولار يكون ليه غطاء من الذهب بيساوي قيمه العملات اللي موجوده. فدول العالم محتفظه بالدولار على هذا الاساس، وامريكا بتلتزم بتحويله الى ذهب بشرط سعر الأونصة وهو 35 دولار أمريكي. لكن مع الوقت احتياطي الذهب الأمريكي ما بقاش كافي يغطي كمية الدولارات المنتشرة في العالم كله. والجنرال الفرنسي شارل دي جول كان شايف إن امتياز الدولار عن باقي العملات مبالغ فيه جدا، وفي فبراير 1965 طلع في مؤتمر صحفي وقالها بصراحة: لازم نرجع لنظام قائم على الذهب، ولازم تسوية الحسابات بين الدول، ولازم تكون بالذهب مش بالدولار الأمريكي. وبعدها فرنسا بقت ماشية على سياسة واضحة، وهي إن أي دولارات موجودة عندها لازم تبدلها بذهب من أمريكا. وكان في بعض المراسلات الأمريكية بتأكد ده، وكمان بتأكد إن فرنسا كانت بتشتري ذهب من أمريكا من سنة 1965 لحد سنة 1968. بس طبعا كل اللي بيحصل بدأ يستنزف الاحتياطي الأمريكي من الذهب. ولما تجمع ذهب لندن انهار سنة 1968 الضغط على أمريكا زاد أكتر وأكتر. وفي يوم 13 أغسطس 1971 اتعقد اجتماع سري جدا برئيسة الرئيس الأمريكي وقتها ريتشارد نيكسون. الاجتماع حضره كبار المسؤولين في الحكومة، وكان موضوع الاجتماع ده قرار هيغير مصير العالم كله. وتم الاتفاق وقتها على انهم يوقفوا تعامل الدولار بقاعدة الذهب اللي تم الاتفاق عليها زي ما قلنا في مؤتمر بريتون وودز. في الاجتماع ده قال رئيس وزير الخزانة الامريكي لنيكسون وباقي الحاضرين ان بريطانيا قدمت طلب رسمي عشان تحول احتياطاتها من الدولار للذهب. المشكلة في الوقت ده ان احتياط امريكا من الذهب كان بدأ يقل، وما كانش كفاية ان هو يغطي كل الدولارات اللي موجودة في كل الاسواق في العالم. ووزير الخزانة الامريكي وصف الموقف ده بكلمة واحدة بس: احنا كده مكشوفين. يعني الدولار بقى من غير غطاء كافي من الذهب، ولما كل الدول تبدا تطلب تحويل دولاراتها لذهب، امريكا هتدخل في ازمه ماليه ضخمه جدا وكبيره، لان هم فعليا مش عندهم غطاء الذهب الكافي اللي معاهم. وكان من ضمن الحضور في الاجتماع ده هو رئيس الاحتياطي الفيدرالي اللي عارض بشده فكره التخلي عن قاعده الذهب، وحذر ان ده مشكله كبيره ممكن تسبب بعض التداعيات الاقتصاديه الكبيره اللي هتاثر على مستوى العالم كله، وان الدول الكبيره مش تسكت على الموضوع ببساطه لو حصل حاجه زي كده. بس رئيس الخزانه رد عليه وقال له الدول التانية ما تقدرش تعمل اي حاجه غير ان هي تقبل الوضع اللي اتفرض عليهم. وبعد نقاشات طويله وصراع ما بين كل الحضور في الاجتماع، وتم الاتفاق في الاخر على ان يتم تعليق قاعده الذهب والغاء ربط الذهب بالدولار الامريكي. وفي مساء 15 اغسطس سنه 1971 طلع ريتشارد نيكسون في خطاب تلفزيوني شافه اكتر من 46 مليون امريكي، واعلن في اليوم ده مجموعه من القرارات المصيريه، اولها ان يتم وقف تحويل الدولار الى ذهب، والثانيه ان يتم فرض ضريبه اضافيه 10% على الواردات. الرد داخل امريكا كان ايجابي جدا، والبورصه طلعت حوالي 3% في اليوم اللي بعده، والصحف الامريكيه احتفلت بنيكسون واعتبرت قراره خطوه جريئه انقذت الاقتصاد الامريكي. بس بره امريكا عاوز اقول لك ان القرار ده كان عامل زي الزلزال في العالم كله. العالم حس انه اتخدع خدعه كبيره، وتقريبا كده نقدر نقول اتنصب عليه، لان اللي تم اتفاق عليها قبل كده في مؤتمر بريتون وودز امريكا ما نفذتهوش وما التزمتش بيه. واما اوروبا فراحت قافله اسواق الصرف تاني يوم عشان تحاول تلملم الفوضى اللي حصلت عندها بسبب خطاب الرئيس نيكسون. وبعدها اغلب الدول قررت تعوم كل عملاتها قدام الدولار، يعني تسيب السعر يتحرك على حسب قانون العرض والطلب في السوق. فرنسا وبلجيكا وايطاليا حاولوا انهم يقاوموا بشويه انظمه مزدوجه سعر الصرف، ولكن في الاخر كل الدول استسلمت للي عملته امريكا، وكمان كلهم استسلموا لهيمنه الدولار الامريكي على الاقتصاد العالمي كله. بس هنا في ناس ممكن تسال سؤال: ليه الدولار الامريكي ما حصلش ليه انخفاض شديد بسبب الواقعه دي؟ يعني المفروض العمله من غير ذهب تبقى مجرد ورقه ملهاش لازمه، صح كده؟ بس لا، ده لكذا سبب. اولهم وان تاثير الشبكه اللي اتكلمنا عليه في اول الحلقه هو السبب في الثقه الكبيره اللي اكتسبها الدولار الامريكي على مدار السنين كلها، وان كان في دول كتير بالفعل خلت جزء كبير من تعاملاتها بالدولار. الموضوع وصل للتجاره والتسعير والديون والقروض، وكل حاجه تقريبا كانت بالدولار. فحتى لما غطاء الذهب اتشال، العقود والمعاملات فضلت زي ما هي شغاله بالدولار الامريكي، حتى ولو ما كانش فيه غطاء ذهب يكفيه. العالم ببساطه شديده اصبح مربوط بالدولار، وما كانش فيه فرصه قدامه ان هو يتخلص من الموضوع ده، فاصبح الكل متاقلم مع الوضع. وتاني حاجه ممكن نتكلم عليها وهي عمق اسواق المال الامريكيه. في سندات خزانه بالمليارات، وفي سيوله ضخمه جدا، اي مستثمر كبير يقدر يدخل او يخرج من السوق في اي وقت.
ولكن الشرط الوحيد ان هو يشتغل بالدولار الامريكي، لان هو العمله الوحيده اللي تقدر تصرفها وتتعامل فيها بسهوله. واما ثالث حاجه ممكن نتكلم فيها وهي المؤسسات والقانون في امريكا، واللي عندها قضاء قوي جدا وبنك مركزي بيقدر يتحرك بسرعه وشفافيه بيانات اعلى من اغلب الدول، وده بيخلي الناس تحس ان الدولار ملاذ امن زي ما بيقولوا وقت القلق ووقت الازمات زيه زي الذهب. رابع حاجه وهي الطاقه والتسعير العالمي في السبعينات، لما النفط وكل السلع الامريكيه بقت بتتسعر بالدولار زي ما هحكي لك بعد شويه، فالطلب على الدولار زاد اكتر واكتر وبقى هو اللغه الرسميه للتجاره العالميه بالكامل. فالنتيجه ان الدولار اصبح كسبان لكل حاجه مهمه، واصبح ان هو بيتاثر بشكل ايجابي بسبب تاثير الشبكه اللي ذكرناه اكتر من مره في الحلقه دي. وفي ثقه كبيره هنا بنتكلم فيها، لان احنا بنتكلم على ان دي عمله كل الناس بتستخدمها وكل الناس شغاله فيها، وطالما كل الناس شغاله فيها فتكلفه تغييرها بقت شبه مستحيله. وبعد صدمه نيكسون وبعد ما تفك ارتباط الذهب بالدولار، واشنطن كانت محتاجه تلاقي طريقه جديده تخلي العالم كله يفضل محتاج للدولار الامريكي ويفضل يستخدمه. يعني ببساطه ازاي يفضل الطلب على الدولار عالي من غير ما يكون في ذهب يغطي الدولار اللي موجود في امريكا. الفرصه دي تحديدا قرروا يستغلوها بعد حرب اكتوبر 1973، لما العرب قرروا وقتها يوقفوا تصدير النفط كدعم لمصر في حربها ضد اسرائيل. وفعلا بسبب القرار ده الاسعار كلها زادت فجاه، والبترول اسعاره ولعت، وبدات دول الخليج بالذات تغرق في فوائد فلوس ضخمه جدا جايه من البترول. البنوك والشركات العالميه كلها دخلت كمان على الخط عشان تدير الفلوس دي، وتحولت امريكا لمركزها المالي الطبيعي. وهنا ظهرت الصفقه الضمنيه اللي غيرت شكل اقتصاد العالم كله، وهو تسعير الدولار مقابل المظله الامريكيه. وتحديدا انا قصدي هنا ان يتم ربط الدولار بالسلع البتروليه. السعوديه وبعدها منظمه اوبك بداوا تدريجيا ان هم يسعروا النفط بتاعهم بالدولار في نص السبعينات، وفي المقابل امريكا قدمت ليهم الامن والاستقرار السياسي والعسكري لبعض دول الخليج الاخرى، منها السعوديه ومنها دول تانية. والفوائد النفطيه دي بدات ترجع تاني لامريكا على شكل استثمارات، مثلا زي شراء سندات خزانه واصول بالدولار وما الى ذلك. وكل ده خلى صناديق الثروه السياديه تظهر بعد كده. يعني ببساطه شديده الدولار ما بقاش بيتحول لذهب، لكنه بقى بيتحول لطاقه، وهي البترول اللي بيتم تداوله في العالم كله من خلال سوق النفط اللي كله برضه متسعر بالدولار. وده اللي اتسمى بعد كده واللي لسه بنسميه لحد النهارده البترودولار. طب دلوقتي هتسالني ازاي نظام البترودولار ده كان شغال؟ اول حاجه ان اي دوله عايزه تشتري نفط لازم يكون معاها دولار، فده خلق طلب دائم على الدولار الامريكي، باعتبار ان كل الدول في العالم لازم هتكون في حاجه دائمه للنفط. تاني حاجه وهو ان الدول المنتجه لما بتستلم فلوس النفط ده بترجع تدورها من تاني في الاسواق الامريكيه، بتشتري سندات خزانه وبتحط ودائع بالدولار، وكمان بتدي قروض عبر بنوك عالميه تانيه. وده اللي بيتقال عليه في الوقت الحالي اعاده تدوير البترودولار. كمان النفط لما بيتسعر بالدولار الامريكي بيتباعوا كل حاجه تانية زي الشحن والتامين والعقود والمشتقات. يعني الدولار بقى مقياس التسعير في العالم كله، ودول كتير مصدره للنفط زي السعوديه ربطت العمله بتاعتها بالدولار من الثمانينات لحد النهارده، وده خلى الاسعار تفضل مستقره في تجاره الطاقه العالميه. واما بالنسبه للتاثير العالمي فكان اضخم مما نتخيل. امريكا بقت عندها قوه تمويليه رهيبه، لان في دايما مشترين لسندات خزانتها، وده سهل عليها تمويل العجز بتاعها من غير ما تقلق. والاقتصاديين بيسموا الموضوع ده بمصطلح الحق النقدي السيادي. يعني امريكا بتكسب انها بتطبع العمله اللي كل الناس محتاجاها في العالم. ومع مرور الوقت والسنين اصبح الدولار الامريكي هو العمله الرسميه للتجاره والتمويل في العالم كله، حتى في صفقات ملهاش علاقه بالنفط من الاساس. وكمان من ضمن الاسباب وهو ان شبكات التسعير العالميه والمقاصه والمشتقات كلها بتتم بالدولار الامريكي، فالعالم كله بقى بمزاجه او غصب عنه عايش جوه النظام الدولار الامريكي. واما بالنسبه لربط النفط بالدولار بعد صدمه نيكسون كان حيله ذكيه جدا، لان امريكا حولت اهم سلعه في العالم اللي هي البترول، واهم سلعه الدول هتفضل محتاجاها دايما، لضمانه سائله بدل الذهب. يعني بدل ما الدولار يتسند على الذهب في الخزنه اصبح الدولار دلوقتي مربوط بالبترول وكمان مسنود بيه. يعني باختصار الدولار الامريكي مش مسنود على الذهب، الدولار الامريكي مسنود على الطاقه بتاعه العالم بالكامل. واللي حصل ده ما كانش نتيجه قرار واحد بس او حتى قانون محدد، ده كان نظام اتبنى بالتدريج واتبنى بعنايه شديده، قرارات سياسيه، اتفاقيات امنيه، عقود بيع وشراء، وهكذا. شبكه كبيره جدا من المصالح في الوقت ده لحد ما بقت هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي. وعلى فكره لحد النهارده نظام البترودولار هو اللي لا يزال مستعمل في النظام العالمي، ولكن هنلاحظ في الوقت الحالي ان الصوره دي بدات تتغير ببطء. وده اللي خلاني اقول لك في اول الحلقه ان في تغيرات بتحصل، وفي بعض الدول بدات تفقد ثقتها في الدولار الامريكي، وفي دول دلوقتي بتحاول فعليا انها تنوع العملات اللي بتتعامل بيها، في مراكز تسعير جديده بتظهر، وفي مناطق مختلفه في العالم بتقرر تتخلى عن الدولار مقابل
العملات تانية. ومع ذلك بنلاحظ برضو ان الدولار مهما كان لسه محتفظ باكبر ميزة عنده، واللي هي السيولة والعمق وقوة الاقتصاد الامريكي والثقة اللي موجودة فيه. وبكده ببساطة شديدة اصبح الدولار عملة نظام، بقى عملة محورية بيدور حواليها النظام العالمي والتجاري كله، وهو اللغة اللي كل العالم بيتكلم فيها دلوقتي، وهي لغة الفلوس. يعني تعال اديك مثال بسيط. لما بعض الدول او البنوك او الشركات الكبيرة بييجوا يسعروا او يظبطوا حساباتهم، بيستخدموا العملة دي وكأنها المقياس الافتراضي الموحد اللي لازم يعتمدوا عليه. يعني مثلا زي ما الكمبيوتر ليه نظام تشغيل، الاقتصاد العالمي بالكامل ليه عملة تشغيل، وهي دي عملة النظام. وساعات هتسمعها بأسماء تانية مختلفة، زي عملة الاحتياط الرئيسية أو العملة المهيمنة أو العملة المرجعية وغيرها من المسميات التانية المختلفة، بس كلهم بيدوروا حوالين نفس الفكرة، وهي عملة واحدة الكل بيعتمد عليها، وهي الدولار الأمريكي. طيب تعالى نسأل نفسنا سؤال: ايه هي العقبات والمشاكل اللي بتواجه النظام العالمي لما بيكون الدولار هو العملة المعتمدة في العالم كله؟ أول حاجة، لما العالم كله يكون معتمد على الدولار وكل حاجة في العالم مرتبطة بالدولار، ده معناه إن قرار واحد من الفيدرالي الأمريكي زي مثلا رفع الفايدة ممكن يأثر على اقتصاد دول كاملة في لحظة، حتى لو دول ملهاش علاقة بأمريكا بشكل مباشر. يعني باختصار شديد، أي حركة بتحصل في أمريكا ممكن تأثر في دولة تانية في آخر الكوكب ملهاش علاقة بالوضع إطلاقا. وتاني حاجة، استخدام أمريكا للمال كسلاح سياسي زي تجميد أموال أو فرض عقوبات، ده خلى دول كتير تفكر من تاني: ليه ما ندورش على بديل؟ ليه نفضل معتمدين على الدولار الامريكي اللي ممكن امريكا في اي وقت تبدا تاخده؟ وعشان كده بدانا نشوف محاولات لبعض الدول انهم يتعاملوا باليورو او اليوان الصيني، وانظمه دفع جديده بدل السويفت، ومحاولات كمان للرجوع للذهب. وكمان بعض الاتفاقيات في تسويه التعاملات الاقتصاديه بين بعض الدول بيحاولوا يعملوها من غير دولار، زي مثلا روسيا والصين على سبيل المثال وليس الحصر. وكمان في بعض الافكار الاضافيه زي العملات الرقميه للبنوك المركزيه، بس الحقيقه ان اقتصاديات الشبكه بتتغير والعادات ببطء شديد كمان بتتغير، لان هنا في مشكله لما العالم كله معتمد على نظام واحد ومعتمد على عمله واحده، وهنا تغييرها بيبقى عامل زي عمليه جراحيه للنظام العالمي كله. وباختصار شديد، عمله النظام العالمي هي العمله الافتراضيه اللي هو الاقتصاد العالمي هيكون شغال بيها، واما ماكينه الدولار فهي الحلقه اللي بتخلي العالم محتاج للدولار. وفي حته مهمه هنا نقدر نقف عندها، وهو ان امريكا بتقدر تطبع الدولار وبتقدر تمول بيه نفسها، وكمان بتفضل في القمه وبتفضل مسيطره على الوضع. وعشان الاسباب الكتير اللي قلناها فيما سبق، كتير من دول العالم دلوقتي بتحاول انها تبعد تماما عن الدولار الامريكي، كمحاوله منهم ببساطه شديده انهم يبعدوا الهيمنه المطلقه للدولار، وبالتالي هيبعدوا عن هيمنه امريكا عليهم. واول المنافسين دول هو اليورو، واليورو ظهر في بداية الألفينات ودخل السباق بقوة شديدة وبقى ليه وزن عالمي محترم، ولكن بعد شوية بدأ يخسر جزء كبير من المكانة العالمية بتاعته بسبب أزمات الديون السيادية اللي ضربت أوروبا، بالإضافة لسبب أساسي وأهم مما سبق، وهو أن النظام الأوروبي والبنية المؤسسية نفسها كانت ناقصة حاجة مهمة جدا، وهي الاتحاد المالي الحقيقي. أوروبا فعلا عملت عملة موحدة، بس ما كانش في اتحاد مالي حقيقي بين الدول الأوروبية بشكل كبير. يعني مثلا لحد سنة 2025 كان الاتحاد المصرفي لسه مش كامل، لأن العمود الثالث منه ما كانش متطبق، وهو نظام تأمين الودائع الموحد لكل أوروبا، وده بيخلي كل دولة في الاتحاد عندها مخاطرها الخاصة غير مخاطر الدول اللي جنب منها. فعلى سبيل المثال، لو بنك وقع في دولة معينة، وتحديدا لو كان بنك كبير، ممكن يهدد اقتصادها كله، وده اللي بيسموه حلقة الهلاك بين البنوك والحكومات. وكمان أوروبا ما عندهاش حاجة توازي سوق الخزانة الأمريكي اللي الناس بتشتري منها ديون أمريكا. في ديون أوروبية مشتركة زي سندات NGEU، بس حجمها صغير جدا مقارنة بالسوق الأمريكي الضخم، وعشان كده مكانة اليورو في الاقتصاد العالمي كانت مستقرة عند حوالي 20%، وما كانش عندها المقدرة ان هي تقرب من الدولار الامريكي، وده حسب بيانات صندوق النقد الدولي لسنة 2025. وبرضه حسب نفس البيانات، الدولار الامريكي لسه مستحوذ على حوالي 58% تقريبا من احتياطيات البنوك المركزية في العالم، واليورو لسه عنده 20% تقريبا. فنقدر نقول ان الفرق بينهم كبير ومش كافي عشان يغطي على هيمنة الدولار. فمن غير اتحاد مالي واصل اوروبي امن وكبير ونظام مصرفي موحد، هيفضل دايما اليورو وصيف الدولار وعمره ما ياخد مكانه. واما لو رحنا لليوان الصيني، فهنلاقي الموضوع معقد اكتر من كده بشويه، لان جوه الصين نفسها استخدام عملتها اليوان في المدفوعات عبر الحدود زاد جدا، وفي شهور معينه كان عدى الدولار الامريكي. بس ده فيه مشكله صغيره، وهو انه بيحصل بداخل النظام الصيني فقط. ولكن لو بصينا على العالم كله هنلاقي الصوره مختلفه شويه. نسبه اليوان في مدفوعات سويفت اللي هو النظام العالمي للتحويلات البنكيه حوالي 2 ل 3%
بس، وده بيخليه في المرتبة السادسة عالميا إذا بنقارنه بالعملات التانية. يعني ببساطة نقدر نقول إن اليوان بيتوسع بس بشكل ثنائي، يعني مع بعض الدول المعينة زي روسيا وبعض شركاء الطاقة وهونج كونج وغيره، ولكن مش على مستوى النظام المالي العالمي اللي بيسيطر عليه الدولار في الوقت الحالي. وفي مجال الطاقة مثلا هنلاحظ إن الصين بدأت صفقات غاز طبيعي بتتسعر باليوان، زي مثلا على سبيل المثال صفقات الطاقة اللي بتحصل في بورصة شنغهاي. وكمان الصين وروسيا ما بينهم وما بين بعض بدأوا يوسعوا استخدام اليوان في تعاملاتهم من بعد سنة 2022، ولكن تحويل تجارة النفط العالمية كلها إنها تبقى باليوان حاجة مش سهلة إطلاقا إن يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وده سببه إن في بعض القيود على تحويل العملة بحرية، وكمان برضو أسواق التحوط وهي اللي بتحمي من المخاطر، وهي كمان مش عميقة كفاية لأن أغلب البائعين بيفضلوا يحتفظوا بأصول سائلة زي الدولار لأنهم عارفين هيعرفوا يتصرفوا فيه في أي دولة في العالم، وكمان عارفين إن هو مستقر شوية. وكمان هنلاحظ إن الدولار الأمريكي ما عندوش نفس القيود الرأسمالية اللي موجودة عند اليوان الصيني واللي تعتبر الصين بتتحكم فيه بشكل كبير. حتى كمان لما نبص لعلاقة الصين بالسعودية هنلاحظ إن بعض المحللين شايفين إن استخدام اليوان في تسعير النفط ممكن يزيد شوية، ولكن الزيادة عمرها ما تكون كبيرة لدرجة إنها تغطي على الدولار الأمريكي. فاليوان كعملة هو فعلا قوي وفعلا بيكسب أرض جديدة، ولكن في مناطق محددة جدا جدا، وده بسبب السياسة والتحالفات الآسيوية، بس لسه برضه بيخبط في سقف واضح وهو قيود رأس المال، وكمان برضه بسبب إن في طلب عالمي أقل على الأصول الآمنة اللي موجودة باليوان. فالصين فعلا بتحاول بس الموضوع لسه بعيد عليهم شوية، وده هيخلي الصين تحاول تعمل تحالفات مع دول تانية اقتصاديا بشكل أوسع زي تحالف البريكس اللي بنسمع عنه آخر كام سنة. وأما بالنسبة لتحالف دول البريكس فهو عبارة عن تحالف لبعض الدول زي الصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا والهند وبلاد زي مصر والإمارات والسعودية مؤخرا، وهدفهم الأخير إنهم يعملوا مع بعضهم بعض التعاونات السياسية والاقتصادية عشان يقللوا من اعتمادهم على المؤسسات والعملات من أوروبا وأمريكا. وفي قمة جوهانسبورج سنة 2023 دول البريكس أعلنوا بوضوح شديد إنهم عاوزين يشجعوا التسويات ما بينهم إنها تتم بالعملات المحلية بدل الدولار، وطلبوا من وزراء المالية والبنوك المركزية إنهم يبدأوا في دراسة بعض الطرق وبعض المنصات عشان تبدأ تحقق الموضوع ده. ولكن في نفس الوقت بنلاحظ إن الزعماء دول أكدوا إن مفيش لسه في خطة قريبة موضحة عشان يعملوا عملة واحدة لدول البريكس، والتركيز الحقيقي ليهم إنهم يعملوا بعض التوسع في استخدام العملات الوطنية وتطوير أنظمة الدفع ما بينهم. الكلام طبعا على أرض الواقع حلو وجميل، ولكن لما نيجي نبص للتنفيذ الفعلي هنلاقي المشاكل هنا بتبدأ تظهر. أول مشكلة ظهرت معانا وهي مشكلة المقاصة ما بين الدول. تعال اديك مثال بسيط. في التعاملات التجارية اللي بتحصل ما بين الهند وروسيا، لما روسيا تبيع للهند مثلا نفط وتستلم المقابل بالروبية الهندية، بيبدأ رصيد كبير من الروبية الهندية يتجمع عند الجانب الروسي. فالمشكلة هنا بتظهر ان عملة الروبية الهندية صعب استعمالها خارج الهند، وبالتالي روسيا مش هتعرف تتصرف في الفلوس دي الا في الهند فقط. الهند حاولت تحل المشكلة دي بانها عملت اجراء جديد يسمح بتوظيف الأرصدة في ادوات حكومية، بس الموضوع على ارض الواقع لسه صعب. واما تاني مشكلة موجودة عندنا وهي مشكلة التكلفة والسيولة، يعني من غير أسواق مالية قوية ومشتقات للتحوط التسويات بالعملة المحلية بتبقى مكلفة جدا أكتر على المصدرين وكمان على المستوردين، لأنهم ما يقدروش ببساطة شديدة يحموا نفسهم كويس من تقلبات الأسعار زي ما بيعملوا مع الدولار اللي بيحمي من الموضوع ده. وأما المشكلة الثالثة فهي مشكلة التمويل بالعملات المحلية. مثلا بنك التنمية الجديد اللي هو تابع للبريكس فعلا بيصدر سندات باليوان الصيني وكمان بالراند الجنوب أفريقي، ولكن في نفس الوقت هنلاحظ ان هو لسه بيصدر سندات بالدولار بكثافة، وده ببساطة شديدة لأن الطلب على السندات اللي بالدولار أكبر وكمان السيولة فيها أعلى، وده في حد ذاته بينعكس على ان النظام المالي العالمي لسه بيتمحور وبيدور حوالين الدولار الأمريكي. فموضوع الانتقال اللي بنتكلم فيه من شعارات فك الارتباط بالدولار لواقع فعلي حاجة هنلاحظ انها مش بتحصل بسهولة، والبريكس ماشية فعلا في الاتجاه ده بس بخطوات محسوبة وتدريجية، وكمان نقدر نقول ان هي بطيئة شوية. وحتى العملات الرقمية للبنوك ممكن تكون برضه عبارة عن جسور جديدة تربط الأنظمة ببعض وتسرع المدفوعات، لكن التكنولوجيا لوحدها مش كفاية انها تبني ثقة. الهيمنة محتاجة قوة ومحتاجة سوق عميق زي أمريكا، فموضوع فك الارتباط بالدولار حاجة بالمعطيات الحالية نقدر نقول ان هي صعب جدا تحصل. وعشان كل الأسباب اللي فاتت وعشان القصة اللي فاتت الدولار لحد النهاردة لسه يعتبر هو المهيمن على العالم. طب نيجي نسأل نفسنا سؤال،
هل في امل في الذهب؟ بص، هو دايما الذهب مع ارتفاع اسعاره في العالم بنسمع دايما اشاعه بتتقال، وهي ان الذهب هيبقى بديل الدولار، والناس فعلا ما نقدرش ننكر انها بتحب الذهب، بالاخص في وقت الازمات، بالاخص كمان في وقت عدم الاستقرار بنلاحظ الناس كلها بتتجه فقط للذهب. بس الحقيقه هنلاحظ ان الذهب ما يقدرش ياخد مكان الدولار بسبب بعض المشاكل، لان الذهب ليه دور والدولار ليه دور مختلف تماما. اول حاجه نبص لها وهو ان الذهب غالي جدا، وكمان مكلف في النقل، وكمان مكلف في التامين، وكمان مكلف في التخزين، وكل ده تماما على عكس الدولار الامريكي. يعني حتى صندوق النقد الدولي بنفسه بيقول ان استخدامات الذهب في المعاملات مكلف جدا، ودوره الاساسي يعتبر دور تحوطي فقط مش دور تشغيلي. وفي لندن مثلا اللي تعتبر المركز العالمي للذهب، هنلاحظ ان بيتم تصفيه اكتر من 20 مليون اونصه ذهب يوميا، وده رقم كبير جدا، بس مش كفايه ان هو يتحمل حركه التجاره العالميه كلها. فلو مثلا حاولنا نسوي بس 1% من تجاره العالم بالذهب، حوالي 322 مليار دولار سنه 2024، هنحتاج تقريبا 2500 طن ذهب تتحرك في الاسواق سنويا، وده رقم مهول من ناحيه النقل والتامين وكمان التكلفه. وعشان كده بنلاحظ ان التسويه بالذهب تعتبر صعبه جدا مقابل تسويه المعاملات بالدولار الامريكي. وبعدين كمان لو رجعنا للاصل هنلاحظ ان سعر الذهب نفسه بيتحدد بالدولار الامريكي في الاسواق العالميه، يعني لو قررت تتعامل بالذهب في الاخر برضه راجع لشبكه الدولار، عشان برضه التسعير والتحوط بيتم عليها. طب هنا نسال نفسنا، لما الذهب مش مفيد كده ليه البنوك المركزيه بتشتريه بالاطنان؟ في الحقيقه الذهب مفيد، وهيفضل طول عمره مفيد، ومفيد جدا كمان، وهو اساس التعاملات قبل اختراع العملات من الاساس. بس استخدامه النهارده صعب جدا من الناحيه العمليه مش اكتر، بسبب التخزين والتامين وما الى ذلك زي ما ذكرنا فيما سبق. وعامه البنوك بتشتريها عشان التنويع وتخفيف المخاطر ليس الا. يعني ببساطه البنوك المركزيه لما بتشتري الذهب هي بتشتريه للتحوط مش عشان تستبدل بيه الدولار الامريكي. يعني باختصار نقدر نقول ان الذهب هو مظله الامان، ولكنه مش عمله تشغيليه للعالم. وفعلا سنه 2025 سعر الذهب زاد جدا جدا، ووصل كمان لمستويات تاريخيه، وده بيأكد انه مؤشر توتر عالمي، وان الدول كلها بدأت تلجأ للذهب كسبيل تحوط. ولكن برضه مهما كان ده مش سهل ان هو يتم بيه كل التعاملات اللي بتحصل في العالم، وكمان مش سهل ان هو يستبدل الدولار بالسهوله دي. وهنا نسأل نفسنا سؤال بسيط، هل الدولار قوي بذاته ولا العالم هو اللي مخليه قوي؟ الحقيقه ان العلاقه هي علاقه تبادليه. قوه امريكا ومؤسساتها خلت الناس تثق اكتر في الدولار الامريكي وتبدأ تستخدمه في كل معاملاتها، ومع زياده الاستخدام الشبكة بدأت تكبر أكتر وخلت الدولار أقوى من كده كمان. فقوة الدولار الأمريكي جاية مزيج ما بين الاتنين، قوة ذاتية بتعتمد على الثقة، وكمان شبكة عالمية رسختها وزودت الثقة فيها كمان. يعني باختصار نقدر نقول ولا دي تنفع لوحدها ولا دي تنفع لوحدها. طول ما النظام ده شغال الدولار هيفضل على وضعه الحالي، ولو حصل تغيير حقيقي أول علاماته هتظهر من جودة الأصول الأمريكية وكمان أنظمة الدفع العالمية. طب في سؤال بيتكرر كتير، هل الدولار الامريكي هيفضل مكمل لمئات السنين بنفس الهيمنه اللي هو فيها حاليا؟ الحقيقه ان العالم داخل على مرحله جديده تماما، ما فيهاش عمله واحده بس هي اللي بتتحكم، لكن في كذا عمله قويه، وده زي ما ذكرنا زي اليوان وزي اليورو وما الى ذلك. والدولار بالفعل لحد هذه اللحظه هو اقواهم، بس بحصه اقل من المتعودين عليها، وحصته بدات تقل بالتدريج. وطبعا في كل الحالات كل حاجه ماشيه بمشيئه ربنا، ولكن نقدر نقول ان المؤشرات الحاليه بتقول صعب ان الدولار يقع فجاه، ولكن ممكن حصته تقل بمرور السنين، لأن الدولار الأمريكي وراه اقتصاد عالمي ضخم، وقانون بيحمي المستثمرين، وسندات خزانة العالم كله بيستعملها كأصل آمن. وفوق كل ما سبق هنلاحظ إن في شبكة ضخمة جدا من التجارة العالمية والديون والتحويلات كلها ماشية ومعتمدة على الدولار الأمريكي. فتخيل حاجة زي دي مستحيل يتم التخلي عنها في يوم وليلة. بس برضه في حاجة مهمة تخلي بالك منها، وهو إن مفيش حاجة اسمها عملة تفضل خالدة على مدار السنين. في بداية الفيديو اتكلمنا عن الجنيه الاسترليني وقد إيه كان هو عملة قوية ومسيطرة في ذلك الوقت، بس بالتدريج بدأ يتراجع، وده نفس المنطق اللي ممكن يحصل مع الدولار الأمريكي، وده اللي هيحصل لو أمريكا دخلت في تضخم مزمن وبدأ يحصل مشاكل في مؤسساتها وبدأت تضعف، أو لو أمريكا استخدمت الدولار كسلاح سياسي ضد بعض الدول. وقتها نقدر نقول بالفعل إن العالم هياخد قرار راسخ في إنهم يدوروا على بديل فوري للدولار. بس عامة دلوقتي احنا نقدر نقول اننا قدامنا 3 سيناريوهات بس بتحصل في العالم. السيناريو الاول وهو ان الدولار الامريكي يفضل مهيمن بس قوته تبدا تتآكل ببطء، واما السيناريو الثاني وهو ان النظام العالمي يكون معتمد على اكتر من عملة مش معتمد على الدولار بس، وده يشمل اليورو واليوان وغيره. واما السيناريو الثالث والاخير ان لو في قرارات مجنونة اللي بتحصل في امريكا زي القرارات اللي بياخدها ترامب كده ممكن تعمل صدمة كبيرة او تعمل ازمة ديون امريكية او تضخم كبير فجأة، وكل دي سيناريوهات مطروحة وممكن تحصل في اي وقت. ومع العلم حاجة زي دي ممكن تحصل وساعتها هتهز اقتصاد العالم بالكامل.
ومؤخرا في بعض الكلام اتقال على لسان مسؤول روسي بيقول فيه ان في بعض التخوفات من امريكا بسبب الديون الكبيره اللي عليها، وانها احتمال تعيد تسعير اونصه الذهب من 35 دولار لما تعادله النهارده في سعر السوق العالمي، وده لو حصل هيعمل ازمه كبيره في العالم كله لانه هيأثر على سعر الدولار بشكل كبير. وفي الحقيقه رغم ان كل دي مجرد تكهنات، ولكن ناس كتير شايفه دلوقتي ان امريكا تدخل في حاله كساد واقتصادها هيتضرر بشكل كبير في سنه 2026. فلما بنتكلم عن الدولار الامريكي احنا مش بنتكلم عن مجرد عمله، احنا بنتكلم على نظام كامل من كل الاسواق تقريبا، اسواق وبنوك واتفاقات وديون وتاريخ وما الى ذلك، وكل الثقه دي اتراكمت على مدار السنين لحد ما وصلت للوضع الحالي. حتى بعض الدول اللي بتحارب امريكا في بعض الحالات بتلاقي نفسها مضطره تلعب بالقواعد اللي هي حطاها امريكا ذات نفسها، وهي دي اللي قلنا عليها في الحلقه اكتر من مره، تاثير الشبكه، وهي حاجه تاثيرها ضخم جدا دلوقتي. بس في نفس الوقت كل قوه جواها نقطه ضعف، كل ازمه ماليه كبيره من 2008 لحد اللي العالم متوقعها قريب بتفكرنا ان امريكا مش منيعه، وان الثقه دي ممكن تتاكل ببطء بسبب الديون اللي بتزيد وبسبب المشاكل وبسبب السياسه الامريكيه اللي بيقودها واحد زي ترامب في الوقت الحالي. وبرضه الثقه زي ما بتتبني في سنين وارد جدا انها تتهد في ثواني. وحابب افكركم ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره البقره: بسم الله الرحمن الرحيم: واحل الله البيع وحرم الربا. فكل تعامل مادي او اقتصادي اساسه الربا والفوائد والقروض، وكل الاشكال من التعامل اللي ربنا حرمها مقدر لها السقوط لا محاله. وفي النهايه احنا كبلاد عربيه محتاجين نعتمد على نفسنا اكتر من كده، وكل ما قللنا الاستعانه بالخارج وعملات الخارج كل ما اصبحنا مستقلين اكتر من كده. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. حابب افكركم من تاني ان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه عشان ده بيدعمنا نطور محتوانا بشكل كبير. سلام.